ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كفتة الرز بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتفك منك ابدا. انسي انها تبوظ منك او تفك منك خالص. طعمها جميل جدا ولذيذة جدا. هنجيب 200 جرام من اللحمة، وهنجيب معانا حبيتين من الفلفل الاخضر وبصلاية صغيرة وثلاث فصوص من الثوم وحتة فلفلاية كده حراقة شوية. هنا هنجيب شوية كزبرة على شوية كده بقدونس صغيرين، يعني حزمة واحدة كده. 200 جرام اللحمة ليها 200 جرام رز ومعلقتين كمان. أهم حاجة الرز هنا يكون أصلا نقعاه شوية بسيطة ومنشفاه كويس جدا علشان ما يجيبش مية مع اللحمة. هنقول تريكات كده مع بعض طول ما احنا ماشيين علشان تنجح معاكي بالظبط. هنحط هنا في الكبة اللحمة المفرومة بتاعتي، وهنضيف عليها الرز اللي هو منقوع ومتصفي كويس ومتنشف كويس كمان. اهو حزمة حلوة كده من البقدونس على الكزبرة. وهنضيف باقي المكونات بتاعتي اللي انا قلتها لكم. شايفين حته الفلفل الصغيره الحراقه علشان ما تبقاش ايه حراق قوي. تمام كده. اهم حاجه فيها هنا المكون اللي انا هحطه ده. دي بقى تشكيله بهارات انا بعملها في البيت. فلفل اسود، على ورق لوري، على وحدتين حبهان، على واحده قرنفل، وكمون وكزبره، واطحنهم ناعم جدا واحط منها معلقه كبيره. وطبعا احط نص معلقه كمون ونص معلقه كزبره صغيره. هضربهم كويس جدا وما احطش ملح يا جماعه في الكفته هنا علشان ما تجيبش ميه معايا مع البصل. فبعد خالص بعد يعني بعد خلاص ما اطحنها كده جامد وافرمها هحط لها الملح. شايفين لسه عايزه شويه تاني. لسه في شويه اضافات كمان هنحطها عليها علشان تبقى ايه جميله جدا. هنجيب هنا معلقتين من الدقيق علشان يعني تربطها كده وتمسكها. هنعجنها كويس. شايفين متماسكة ازاي؟ لا هي طرية جدا ولا هي متماسكة خالص، ناشفة متوسطة، قوامها جميل جدا، مظبوطة بالملي. يعني على قد الدقيق، على قد اللحمة سوري، على قد الرز. بس انا كمان حطيت معلقتين زيادة كمان فوق الرز بتاعنا، على حسب برضو نوعية الرز بيشرب سوائل ولا لا. شايفين كده الكمية عملت قد ايه؟ جميلة جدا. طبق ضغويط. وكده خلاص اهو جاهزة معانا علشان نشكلها. هسيبها بس ترتاح شوية علشان تاخد طعم البهارات والملح اللي انا لسه حطاه. انا حطيت معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الملح، فظبطي الملح انت براحتك بقى زي ما انت ايه عايزة وحابة. يلا اللي مشتركش في القناة يشترك معايا علشان يوصل لكم كل جديد. تمام كده. هنا بقى هنعمل الصلصة بتاعتها او التسبيكة بتاعتها. هنجيب شوية زيت كده صغيرين حلوين، هنحط عليهم مكعب زبدة كده حلو، او سمنة عادي زي ما انت عايزة. لو حابة سمنة بس برضو براحتك. هنحط هنا بصلتين صغيرين بس يعني مقطعاهم ناعم، مش صغيرين قوي يعني متوسطين كده. هنحط لها كده شوية ملح علشان البصل ما يبقاش فيه ريحة مش حلوة. هنقلبها كده لحد ما يبقى لونها ذهبي زي ما احنا شايفين كده قدامنا. هنحط عليها هنا فصين 3 من الثوم ونص كده قرن فلفل حامي على فلفل بارد. وهنقلب كويس لحد ما تظهر كده ريحة الثوم معايا واحسها كده خلاص ايه اندمجت مع البصل بتاعي. هنضيف عليها كده عصير طماطم. انا عملت نص شفشق كده عصير طماطم بس ما جاتش في التصوير مش عارفه ليه. هسيبها كده تتسبك على نار عاليه الاول، بعد كده هنهدلها النار عشان تتسبك براحتها. في الفتره دي هصبع لكم الكفته علشان تبقى ايه صوابع كده. اهو هنبل ايدينا في شويه من الزيت، شويه زيت كده علشان ايه ما تلزقش في ايدينا. هي مش بتلزق ولا حاجه بس تحسبا يعني لاي حاجه عشان تتشكل كويس.
هنعمل الصباع زي ما احنا عايزين، يعني حبة تكبريه حبة تصغريه، انا بحبه متوسط كده عشان برضو ايه يبقى شكله جميل، ما يبقاش كبير خالص. شايفين؟ جميل جدا وريحته تحفة. والتوابل اللي انا حطيتها وعملتها دي خطيرة 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 يا جماعة. لو جربتوها مش هتبطلوا تحطوها في الكفتة، بتودي طعم الكفتة في حتة تانية خالص، هتستغني اصلا عن توابل الكفتة. صدقوني مش هتفك منكم تاني ولا هتبوظ منكم تاني. وان شاء الله كده هتعتمدوا الطريقة دي. دي كانت خلاص التسبيكة بتاعتها، وكنت خلاص خلصت التقطيع في نفس الوقت. كده خلاص. شوية زيت كده وعليهم مكعب برضو من الزبدة، مكعب صغير من الزبدة علشان تدي نكهة وريحة للكفتة بتاعتي. وهو هبتدي كده اقليها في الزيت. اهم حاجة في مرحلة القلي ان انا النار ما تبقاش عالية خالص عشان ما تحمرش وتبقى نية من جوه، وفي نفس الوقت ما تبقاش مسمرة خالص، يعني ما تبقاش محروقة ولا تبقى نية مصفرة، علشان لو صفرة شوية ممكن تفك منك، لكن تخليها حمرة كده وشكلها حلو. هنشوف دلوقتي هيبقى لونها عامل ازاي. تمام كده هقلبها طبعا كل شوية، الحتة اللي هتبقى حمرة كده هقلبها الناحية التانية. هفضل اقلب كده علشان تاخد لون من كل الجوانب. ده اللون اللي انا عايزاه وحباه. هطلعه كده اهو، هوريهولكم. بس هو الاضاءة بعافية شوية. اللون جميل جدا، شايفين شكله عامل ازاي؟ هي الإضاءة يعني هو حلو جدا كده، محمر وجميل جدا، مش محروق ولا حاجة. تمام كده هطلع باقي الكمية واحط الباقي. هنا كنت احط خلاص الشوربة او المرقة على شوية الصلصة اللي احنا عملناها. ممكن الصلصة تحط فيها مثلا بطاطساية بس بعد كده، يعني بعد الكفتة، او ممكن شوية بسلة خضراء او اي حاجة انت حابة اضافة تحطيها. يعني انا كنت مستعجلة اصلا فما حطيتش حاجة فيها. خلاص كده انا حطيت الشوربه اهي وغلت، وظبطتها بملح وكمون وفلفل اسود وكزبره. وهنزل كده الكفته بتاعتي فيها. وهخلي بالي منها كل شويه، اول ما هتغلي هديلها النار شويه، وهخلي بالي منها كل شويه. خلاص كده كانت هنا جهزت، وكنت عامله معاها رز بالشعريه كده جميل جدا. شايفين جمالها ولونها ما فكتش خالص. لو احنا حابين نجربها اصلا، شايفين طريه وجميله ازاي، متماسكه في نفس الوقت. لو حابة تجربيها ان هي ما تبوظش منك، ممكن وقت الشوربة تحطي واحدة، تصبعي واحدة وتحطيها فيها، حتى لو نية او مقلية براحتك يعني. واحدة بس تجربيها، لو حسيتيها ان هي هتفك منك تزودي كمان رز مطحون تاني. بنوه تاني ان الرز يبقى اهم حاجة منقوع كويس ومتنشف كويس. منقوع ومتنشف كويس اهم حاجة في الكفتة عشان تبقى ناجحة معاكي. لو عجبتك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس.